المقدمة. طارق. دكتور منار سليمي، مرحبا بك في هذا الحوار الخاص. نحن هنا اليوم لنناقش موضوعا حساس يتعلق بالصحراء الشرقية والحدود غير المكتملة. بداية، كيف ترى الجذور التاريخيات لهذا النزاع الحدودي؟ الجذور التاريخية. الدكتور منار سليمي: شكرا طارق. الحديث عن الصحراء الشرقية يتطلب العودة إلى الحقبة الاستعمارية. فرنسا آنذاك عمدت إلى تقسيم الأراضي المغربيات بشكل يخدم مصالحها الاستعمارية. الصحراء الشرقية كانت جزءا أصيلا من المغرب قبل أن تلحق بالجزائر الفرنسية، وهذا ما يؤكد أن النزاع الحدودي الحالي يعود أساسا إلى قرارات تلك المرحلة. الصحراء الشرقية وصل النزاع. طارق: هناك من يرى أن الصحراء الشرقية هي أصل النزاع الحالي في الصحراء المغربية، حيث يبدو أن بعض القوى تسعى لتحويل الأنظار عن هذا الموضوع. كيف ترى هذا الطرح الدكتور منار سليمي؟ هذا صحيح. الصحراء الشرقية تعد جوهر القضية، وقد استغلت لتعطيل التركيز على الحقائق التاريخيات والسياسيات المرتبطة بها. القوى المعنية تسعى إلى تجنب إثارة هذا الملف على المستوى الدولي، وخاصة في الأمم المتحدة، لتفادي أي نقاش قد يفضح الأسس غير الشرعية للحدود الحالية. هذا الصمت المدروس يهدف إلى الإبقاء على الوضع الراهن لصالح أطراف معينة. المدن المغربيات في الجانب الآخر. طارق: دكتور، ما هي المدن التي تقع اليوم في الجانب الآخر، لكنها تحمل هوية مغربية تاريخية واضحة؟ الدكتور منار سليمي: هناك العديد من المدن التي كانت جزءا من السيادة المغربيات، مثل التندوف، بشار، وكولومبا بشار، العبادلة. هذه المناطق كانت جزءا من المغرب قبل أن تفصل عنه قسرا من قبل الاستعمار الفرنسي. الوثائق التاريخيات والمعاهدات تثبت أن هذه المدن وغيرها كانت دائما تحت النفوذ المغربي. الأبعاد القانونية. طارق: كيف يمكن للمغرب استخدام هذه الحقائق لدعم موقفه القانوني؟ الدكتور منار سليمي: المغرب لديه رصيد قوي من الوثائق التاريخيات التي تثبت سيادته على هذه المناطق. التركيز على هذه الحقائق يجب أن يكون جزءا من استراتيجية وطنيات تظهر تلاعب القوى الاستعماريات القديمة بالحدود. التحديات الإقليمية. طارق: إلى أي مدى تؤثر المصالح الإقليميات على تعقيد هذا الملف؟ الدكتور منار سليمي: المصالح الإقليميات تزيد من تعقيد القضية. بعض الدول تحاول استخدام النزاع كورق ضغط لتحقيق مصالحها الجيوسياسية، ومع ذلك المغرب يظل ثابتا في مواقفه ويعتمد على تاريخه وشرعيته. الآفاق المستقبلية. طارق: ما هي رؤيتك للحل؟ الدكتور منار سليمي: الحل يتطلب فتح حوار صريح وشامل على المستوى الإقليمي والدولي. المغرب يجب أن يستمر في طرح قضيته بقوة، خاصة فيما يتعلق بالصحراء الشرقية كجزء لا يتجزأ من أراضيه التاريخية. الخاتمة. طارق: شكرا لك دكتور منار سليمي على هذه الإيضاحات المهمة. نتمنى أن تسهم هذه الحوارات في توعية الرأي العام وإيجاد حل يضمن حقوق المغرب واستقرار المنطقة.